ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده. قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بصوا بقى، ده اختراع قسما بالله. هي جت معايا كده بالصدفة، انا ما كنتش ناويه لها خالص. زي ما شفتوا في الفيديو، احنا هنحشي البطاطا الحلوة يا جماعة، مش البطاطس. عشان فيه بلاد بتقول على البطاطس بطاطا، لا البطاطا الحلوة اللي احنا بنشويها وبنسلقها وبنعملها صينية وبشاميل والكلام ده كله. انسوا كل ده وتعالوا بقى النهاردة نحشي البطاطا. تمام. والله العظيم انا من حوالي مثلا اسبوعين كده. كنت بعمل محشي وكان فاضل حبة رز، فاوديهم فين اجيبهم مني؟ بفتح درج التربو لقيت بطاطايه. فالمهم قلت طب والله العظيم لجازف واعملها حلوه حلوه، وحشه هرميها مش مشكله، يبقى انا جربت حاجه. المهم رحت عاملاها، قسما بالله كنا بنتخانق عليها كلنا. تحفة. المهم ما اطولش عليكم وقولي طولي. النهارده بقى قررت ان انا هعمل لكم محشي بطاطا. ايه ده؟ يعني الناس تقول هو انت خلصتي كل المحشي اللي في الدنيا وهتعملي لنا محشي البطاطا؟ جربوها يا جماعه، والله العظيم طعمها تحفه. بص، اول حاجه هنجيب البطاطا. تحفة. تحفه تحفه تحفه. هنجيب البطاطا اللي هي عامله زي البطاطس كده، اللي هي تحسوا ان هي بطاطسيه في نفسها. او تجيبوها طويله، تقطعوا مثلا واحده 2 او 3 زي ما تحبوا، وتكون مثلا تخينه شويه كده. يعني تكونوا انتوا تعرفوا تقشروا تقوروها. تمام. وتقشروها. هنعملها معامله البطاطس بالظبط يا جماعه. يعني هي والبطاطس مش هو بالظبط. اهو كده قشرتها وقورتها كده زي ما انتم شايفين. هي اتفرقت بس عادي مش مشكله، هتكمل معانا عادي والله العظيم خالص. وهنقورها زي البطاطس بالظبط، حتى القلب بتاعها مش هنرميه، لا هنستخدمه. بص، انا كنت بعمل الكوسه برضو، حطيت قلب الكوسه على قلب البطاطا، وهعمل بيهم اكله تانية خالص. تمام. المهم كده بقى هقور وهخلص تقوير البطاطا بتاعتي، وهقول لكم هنعمل اهو. بصوا دي واحده تانية اهيت، قلت اما اوريها لكم اهي. بصوا عادي جدا بنقشر وبنقور البطاطايه، مفيش اي افتكاسه لحد دلوقتي. هي فيهاش افتكاسات خالص والله العظيم. هي بصوا سهله جدا وطعمها حلو جدا. خلاص خلصنا بقى كده التقوير بتاع الكميه بتاعتنا. كان عندي هنا بقى خلطة المحشي بتاعتنا. كل بيت او كل دار ولها مدار في الخلطة بتاعتها بتاعت المحشي. فانا كان عندي هنا كنت عاملة الخلطة بتاعت المحشي. وحشيتها قدامكم كده. تمام. الخلطة بتاعت المحشي بنقطع البصلاية ونشوحها شوية، ونروح حاطين عليها الطماطم، ونكون ضاربين على الطماطم ديت توم وشطة حمراء، او مقطعين شطة خضراء على التخديعة، ونسيبها لما تتسبك. وحاطين عليها طبعا سمنة وزيت، ونسيبهم يتسبكوا مع بعض. تمام. لحد ما بعد كده نروح حاطين الرز والشبت والتوابل بتاعتنا والملح، ومظبطين الدنيا كده ماشي. هحشي بقى كده البطاطا وهرصها في حله كده. عايزه اقول لكم لو في عندي كميه اكبر من الكميه دي، انا لسه هقور تاني بطاطا قصدي، وهحشي. يعني انا هعمل الحله دي بطاطا. يا فرحك يا هناك، يلا هتجربي البطاطا المحشيه مش هتسليها ابدا وهتعملها كل يوم. لو انا هعمل بقى كميه اكبر، يعني مثلا حوالي مثلا 2 كيلو ولا حاجه، كنت هرصهم في صينيه. تمام كده اهوت. انا عملت الصينيه دي كان فاضل مثلا مكان كده، فروحت حاطه فيه هتشوفوا دلوقتي قرنين فلفل. والكوسه دي انا حطيتها في حاجه تانية. تمام. تمام. هجيب بقى شوربه وهروح مزوداها شوربه على البطاطا. شوربه على البطاطا اهو، زي ما قلت لكم بنتعامل معامله البطاطس بالظبط اهو. وهسيبها بقى كده لحد ما تستوي. اجي مثلا اقطعها كده بالمعلقه، الاقيها استوت واتقطعت معايا بالمعلقه. تمام لحد هنا واحنا كويسين قوي. خلاص بقى استوت، اروح شايلها من على النار زي ما انتم شايفين كده اهوت، واروح حطها في الطبق واقعد اكل بقى. عايزه تحمريها حمريها، بس بامانه انا ما جربتش احمرها. انا ما حبيتهاش محمره، انا حبيتها كده بفوايدها. عايزه طبعا احنا كلنا عارفين البطاطا فيها فوايد كتير جدا. بس كلي بقى كده. عايزه اقول لكم اقسم بالله، بصوا عايزه اقول لكم حاجه. لو البطاطا مسكره تمام، ممكن في خطوه كده ممكن تعملوها عشان الناس مثلا لو مش حابه تسكيره مع الحاجه الحادقه، اللي هو انتوا بعد ما تقوروها تحطوها في حبه ميه بملح، وبعد كده تبداوا تحشوها. تمام. ده لو انتوا مش حابين، هي فيها سنه كده مسكره كده مع
مع المحشي اللي هو الحادق، يعني عارفين اللي هو ايه سويت اند ساور، هو ده. لو مش حابين كده اعملوا زي ما بقول لكم كده، حطوها في حبه ميه بملح، وبعد كده ابداوا احشوها واعملوا زي ما انا عملت كده بالظبط. عايزه اقول لكم اقسم بالله اقسم بالله طعمها تحفه، اقسم بالله. جربوا، بصوا مش شرط تجربوا في كميه كبيره، جربوا مثلا تحفه، جربوا في واحدتين ثلاثه كده مع المحشي اللي انتوا بتعملوه عادي، وقولوا لي رايكم. اتمنى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، اتمنى تشتركوا في القناه لو مش مشتركين، حطوا لي لايك، اكتبوا لي كومنتات، شيروا الفيديو. عايزه القناه بقى ان شاء الله كده تكبر بيكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. بس امانه عليكم تجربوا البطاطا المحشيه. الناس اللي هتقول انت خلصتي كل المحاشي وجيتي على البطاطا، جربيها يا فندم وقولي لي رايك. اشوفكم في فيديو جديد.